مساء الفل عليكم. اخباركم ايه؟ رمضان كريم. انا جاي النهارده بس ارد على سؤال كان بيقول يعني انتوا ليه رجعتوا المانيا؟ السبب كان الشغل، انك ما لقيتش شغل في الامارات. وايه سبب رجوعك المانيا يعني؟ فانا هكلمكم النهارده عن التجربه الشخصيه اللي انا عشتها، ويمكن لو ما خلصناش او ما لحقناش نخلص كل حاجه النهارده، على الاقل هنقسمها على كذا فلوج صغير كده، عشان برضو تبقوا عارفين القصه كلها عامله ازاي. مبدئيا الجو النهارده جميل جدا، درجه الحراره وصلت اليوم 15. فانا اخدت الاولاد هنستمتع شويه بالجو. خلينا بقى ايه نرد على السؤال بشكل مباشر. الشغل هو جزء او نقطة او عامل من العوامل اللي خلانا نسيب دبي ونرجع المانيا. انا تجربتي كالتالي: احنا سيبنا المانيا لاسباب كتير. اسرة 5 افراد ورحنا على دبي. بصراحة عشان اكون صريح، انا اشتغلت في مجال هنا، مجال كويس جدا في المانيا، وخدت فيه خبرة كبيرة فوق ال8 سنين تقريبا. فالمجال ده انا حاولت ان انا اشتغل فيه في الامارات في دبي. حاولت حوالي اكتر من سنة يعني، ولكن ما كانش ليا نصيب يعني. الحمد لله على كل حال، محدش عارف ليه او مش عايزين ندخل في تفاصيل ليه يعني. بس ما كانش فيه نصيب، فانا اتجهت واشتغلت في مجال العقارات. المجال ده يمكن اي حد بيخش الامارات، او خلينا نقول 95% من الوافدين اللي بيخشوا الامارات او يخشوا دبي بيشتغلوا في المجال ده، لان مفيش فرص كبيره ان هم يشتغلوا في وظائف كانوا شغالينها مثلا في اوروبا او في امريكا او في الكلام ده كله. لكن انك تيجي الامارات وتدور على شغل في المجال اللي انت كنت شغال فيه ايا كان، الموضوع صعب صعب صعب، وفي عوامل كتيره انت مش هتقدر تتغلب عليها، عشان اكون صريح. المهم، نرجع لموضوع الشغل. فانا اشتغلت في مجال العقارات. مجال العقارات يعني يمكن يكون يوم و50 يوم لا يعني، لان انت بتباشر كل يوم فيلا ولا تاون هاوس، ولا موضوع صعب، والكوميشن كتير 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 تشالنجينج يعني، حقيقي صعب يعني. ولا انا عرفت اشتغل شغل بمرتب، ولا زوجتي قدرت تشتغل شغل بمرتب. فانا لما دخلت زي ما قلنا مجال العقارات مجال كويس جدا، عايز صبر، بس عايزك برضو تكون معاك فلوس كتير في ظهرك عشان تحميك وعشان توقفك وعشان تصرف عليك لغاية ما انت الامور تقدر تمشي معاك سنتين 3، وفي ناس بتضرب معاها كده في لحظة يعني. هو الموضوع كله نصيب. فمجال ده ما كانش بالنسبة لي ما كانش قادر ان هو يأمن حياتي وحياة اولادي ومدارسهم وتكلفة المعيشة والكلام ده كله. بالاضافة ان احنا في شهر 2 اللي فات، شهر 2 2024، يعني من سنة، بنتي صغيرة كانت لسه ما كملتش سنتين يعني، دخلت المستشفى. اكتشفنا او الدكاترة اكتشفوا ان هي عندها السكر، ديابيتس تايب 1، اللي هو الجينيتك. تقريبا الموضوع ده بقى منتشر بشكل كبير جدا. طبعا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه، ما كناش نعرف عنه اي حاجه، لكن دلوقتي بقينا عارفين ان هو موجود بنسبه كبيره جدا بين الاطفال، وبينتشر بشكل كبير. حاجه جينيه، ما فيهاش تدخل يعني، ولا مرتبطه بالاكل ولا بالشرب ولا الكلام ده كله، غير التايب بي اللي هو المرتبط بالسمنه والكلام ده كله. فالحمد لله على كل حال يعني. ده تقريبا ده شهر فبراير 2022 2024، ده اللي غير البوصله كلها، غير البوصله بالنسبه لنا كلها. البوصله في التفكير، غير البوصله في المستقبل. لما تخرج من المستشفى ومعاك بنت صغيره، قعدنا تقريبا لمده سنه لغايه شهر ديسمبر
او شهر 1 2025 اللي هو من شهرين. آه، تتخيل ان البنت يعني معتمدة على اللي هو ابر الانسولين. وده بالنسبة لنا كان موضوع مؤلم جدا بالنسبة لنا احنا كأب وأم كوالدين. ولما تشوف بنتك ان هي برضو عايشة على الانسولين بالإبر الموضوع كان صعب جدا انك تشوفه لفترة طويلة يعني. انك تقنع ابنك ولا بنتك كل مرة قبل الاكل ولا بعد الاكل حوالي 10 مرات او 12 مرة في اليوم ان هي تاخد انجكشن، ان هي تاخد ابرة. الموضوع كان كتير 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 صعب، وكان تقريبا سنة كاملة من الضغوط النفسية لزوجتي وليا وللأولاد كمان اللي بيشوفوا الكلام ده. فطبعا في ناس كتير حوالين العالم عايشة على الوضع ده، وبرفع لهم القبعة، ويعني ربنا يكون في عونهم وربنا يكون في عون الأولاد وربنا يكون في عون الجميع. بس الموضوع كان كتير كتير صعب بالنسبة لنا، بالإضافة إن إحنا باختصار ما كانش فيه قدرة مالية إن إحنا نوفر الانشورنس أو التأمين الصحي بشكل معين إن هو يغطي تكاليف معينة وطريقة علاج معينة لبنتي مش مرتبطة بالإبر. وكانت المفروض إن إحنا كنا عايزين مضخات، اللي هي مضخة الأنسولين. دي حاجة اللي هي بترتبط بالجسم أو بتتعلق في الجسم وبتضخ الأنسولين من غير ما تعمل أنت أو ما تدي للابن أو البنت إبر. ودي ده التطور اللي موجود يعني. ولكن في الإمارات أيا كان الانشورنس اللي أنت عايز تدفع له هتدفع له كام، دي أهم حاجة. حط تحتها 100 خط. مش هيقدر يوفر لك أو مش هيقدر يدفع لك المضخات دي. تمام. فاحنا حاولنا ان احنا نشوف انشورنس بشكل ان هو يغطي التكاليف اللي احنا محتاجينها لعلاج البنت، اللي هو يعتبر مش علاج، ده يعتبر يعني لايف ستايل حياة. كل طفل عنده السكر بيعيش بالشكل ده يعني. فدي حاجة هتفضل معاك طول الحياة. فلازم تبقى المعالجة بتاعتها مريحة للإنسان، لأن في أطفال بتتعب نفسيا، في أطفال بتتعقد من موضوع الحقن، في أطفال بتسأل نفسها اشمعنى أنا، إيه اللي بيحصل لي. حاجات كتير، تسمع قصص كتير. طبعا انتوا يمكن ما تسمعوش الحاجات دي لأنكم ما تعرفوش الموضوع ده، أو يمكن ما فيش حد مر بيه. بس صدقوني، اللي ربنا يحفظ أولادكم ويحفظكم جميعا يعني، بس اللي بيمر أو اللي عنده حد طفل صغير جاله السكر وبيعيش التجربة دي معاه، بيكتشف حاجات كتير قوي 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 بتغير من عقليته وبتغير من تفكيره. نفسية الطفل نفسها ممكن تتدمر بسبب الموضوع ده يعني يمكن كنا بنحاول من وقت للتاني ان احنا نتغاضى عن الامور دي ونقول ان الامور هتبقى افضل، ان الظروف هتبقى افضل. ولكن بشكل صريح يعني الامور هتبقى افضل لو انت عندك انشورنس قوي جدا بالنسبه ليك وللاطفال. تمام. زي مثلا هنا في المانيا بصراحه يعني، ده كان السبب الرئيسي اللي خلانا نفكر كتير في الرجوع لالمانيا، لغايه ما خدنا القرار تقريبا نهايه 2024 ان احنا لازم نرجع المانيا تاني. فعشان تعيش مرتاحه كان لازم ان احنا ننقل من الامارات عشان نوفر حاجه معينه مش قادرين نوفرها في الامارات في دبي لتكلفة المعيشة. اعرف ناس كتير اولادها عندهم السكر وتقريبا بيعانوا من نفس المشكلة، ان تكلفة المضخات في مضخات الانسولين اللي بتستخدمها انت بتحتاجها، البنت بتحتاجها كل 3 ايام مضخة. يمكن هنا بحمد ربنا وبقول الحمد لله ان بالنسبة لنا كان في اوبشن ان احنا نرجع المانيا، لان المانيا زي ما قلنا هنا في توفير للحاجات دي من خلال التأمين الصحي.